السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل الخيار المخلل السريع في ساعتين هيتاكل، وهنعمل كمان المخلل اللي هيقعد معانا 3 ايام. يعني هنعمله بطريقتين احلى من بعض، بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله. هنعمل نوعين من الخيار، خيار هتاكليه بعد ساعتين وخيار هتاكليه بعد 3 ايام. معانا خيار سليم، ومعانا خيار متقطع طرنشات كده زي ما انتوا شايفين، ومعانا ورقتين ورق لورا وفصين توم وحبوب كزبره ناشفه، ومعانا حبه البركه. طبعا لما نجيب الخيار لازم نغسله كويس قوي، ننقعه كده في شويه ميه وخل ويتغسل كويس قوي تحت الحنفيه. هحط حله على النار وفيها لتر ميه، ولتر الميه بياخد 4 معالق كبيره ملح، ومعلقه كبيره سكر، ومعلقتين كبار خل، ونسيبها كده تغلي على النار. واول ما تغلي هنزل فيها الخيار واطفي النار على طول. ما خليش النار ولا على الخيار، انا مش بسلقه، لا انا هطفي النار واروح حاطه الخيار واغطيه وهسيبه لمده ساعتين. بعد ساعه فتحت عليه الحله وشايفين شكله بقى عامل ازاي. هو استوى كده نص سوا، ده كده بعد ساعه. هنزل بقى فيه قطع فلفل، طبعا تحطي فلفل حراق فلفل بارد ده براحتك. احط معاه الفلفل كده واديله تقليبه وهغطيه تاني اسيبه لمده كده. هفتح عليه الحله وشايفين شكله الله على الجمال. الخيار استوى في مده ساعتين وشايفين مستوي وحلو جدا. طبعا سيبناه بقى لما يبرد خالص. بعد كده بقى هنحطه في البرطمان يتعقم ونطلعه. هنحط بقى فيه قطع الخيار بتاعتنا والفلفل. شايفينه مستوي وحلو جدا. هنحط كده الخيار ونحاول نملي البرطمان على اخره. بعد كده بقى هحط فيه ورقتين ورق لورا وفص توم وشويه حبوب من الكزبره وشويه حبه البركه. وكل الحاجات دي اللي احنا بنحطها اختياريه، دي كلها منكهات، يعني عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها دي حاجه براحتك. هي بس ايه بتنكه الخيار بتاعنا، بتخلي طعمه بيزيد من طعمه، تخلي طعمه حلو. وهحط معاه نص معلقه صغيره فلفل احمر حراق. وهنملى البرطمان بقى من الميه اللي احنا كنا حاطين فيها الخيار. هنملى البرطمان كده لغايه الاخر، نغطي الخيار كله بالميه، بس نسيب حوالي 3-4 سنتي. بعد ما مليناه خالص هنحط بقى على الوش شويه زيت كده صغيرين علشان ما يعملش طبقه من فوق. وهغطي بقى البرطمان، احط عليه كيس تلاجة، وبعد كده اغطيه بالغطا بتاعه عشان ما يدخلهوش هوا. عملنا الخيار السريع اللي يتاكل بعد ساعتين. يعني ممكن وانت داخله المطبخ تعمليه وتروحي سايباه على الرخامه قبل ما تخلصي طبيخ، هتحطيه على الغدا ويبقى حلو وفي منتهى الجمال. دلوقتي بقى هنعمل الخيار اللي يقعد معاكي يستوي بعد 3 ايام، اللي انت مش مستعجله عليه. طبعا بنجيب الخيار وكل ما يبقى صغير بصراحه بيبقى احلى. بنجيبه بنغسله كويس قوي، بنبقى نقعينه بشويه ميه وخل ويتغسل تحت الحنفيه كويس قوي. ونجيب برطمان برضو معقم. وطبعا الخيار لا بنقطعه ولا بنشققه ولا بنعمل فيه اي حاجه، بنخلله وهو زي ما هو. هرصه بقى في البرطمان كده زي ما انتوا شايفين، واملى بيه البرطمان كله. واحط برضو فيه فص ثوم وورقتين ورق لورا وشويه حبوب من الكزبره الناشفه وشويه من حبه البركه. وهنملى البرطمان برضو من محلول الملح زي ما عملنا في المخلل الاولاني. هنعمل في دوت برضو كل لتر ميه عليه 4 معالق كبيره ملح ومعلقه كبيره سكر. وممكن تحطي فيه دوت خل او ممكن ما تحطيش، يعني لو هتقعديه فتره طويله ما تحطيش خل. لو هتاكليه برضو بسرعه بعد 3 ايام ممكن تحطي. احط برضو فوق الوش كده شويه زيت، واحط بقى كيس تلاجة واغطيه بالغطا بتاعه وارجه كده. وشايفين شكله حلو ازاي. بعد 3 ايام هيتاكل. المخلل ده بعد ما يستوى لازم تحطيه في التلاجة، لو سبتيه بره هيتهرى منك. لا لازم تحطيه في التلاجة، هيفضل معاك ان شاء الله سنة في التلاجة، مش هيجراله اي حاجة وهيبقى مقرمش وحلو جدا. لكن لو سبتيه بره هيتهرى منك ومش هيقعد معاكي كتير. حطيه في التلاجة احسن. جربوا الطرق ديت وهتعجبكم باذن الله. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.